اهلا يا هلا والله وياكم بيكاردو من قناه بيكاردو باليوتيوب، وياكم علي وجيتكم فيديو ماكو احلى من عنده. حمالكم علاقه بيه لانه انا ما اعرف السبب اللي يخليني اختفي وارجع ادخل بعد اسبوع. المهم لا تنسون اللايك والاشتراك وخلنا ندخل بالفيديو. تتزوجين عراقي او خارجي؟ خارج العراق. وليش؟ لا تقولوا ليش؟ اول شيء انا ما احب العراق بصراحه، والله ما احبه. اتزوج واحد خارج. والله كويتي اعشقهم، يلبسون دشاديش ويلبسون ساعات وكذا، ستايلهم حلو. فاذا على الساعه سعرها 5000 دينار، فلا تكونين ضيقه الافق. المهم راح اعتبر هذا ذوقك وما له اي علاقه بيه، لكن شنو الاسباب اللي يخلي الشخص يخرج عن مبادئه؟ المشكلة هي هاي الاشخاص اللي بالبلد هم دايرين فكرة الكرة مالتها اللي تنعكس على الدولة. ايش قد ما شايف ظلم وحقد واي شي بخير ماكو بهيج عالم، واقول شابعين ظلم ذولا. صح انا اضوج مرات من الوضع اللي موجود بالبلد، بس مستحيل احكي واقلل من قيمته. اسم العراق فخر، نكفي ننتمي لبلد حكم العالم 700 سنة. والمرة الثانية عرفوا تحكي لي محلق لي لزق وعود احكي على العراق مرة ثانية واخذي واحد كويتي. هاي جماعة الحرية الشخصية، تعطي الشخص اكثر من قيمته واكثر من اهتمامه، هكذا يكون التصرف. خبز العباس جاي اشوف المواقع التواصل الاجتماعي بيحكي ترندات، جاي يصير ضجه مو طبيعيه. انتي حضرتك متجايه مسوي فيديو وتصورين وترقصين على اسم العباس. والله العظيم العتب مو عليك، العتب على القرون اللي منطينش حريه ومنطينش تليفون وما يعرفون يتابعونك ومن يشوفون فيديوهات وش يضحكون عليهن. يقول لك لا هاي بنتي صارت مشهوره، القبر لفك ولا بنتك. ويا اصدقائك وتسولفون وجاي تضحكون وتدخل تضرح العباس، هل تتخيل انه راح تنزل دموعك؟ هو راح تقدر تطلب الشفاعة من امامك؟ فكاف هاي السخافة ابطلوها، وين بعد توصلون مثلا؟ يعني خليتونا مسخرة، ماكو داعي تجيبون اسم الامام وتسوون عليه ترد وترقصون عليه. شنو خبز العباس؟ شنو هالتفاهات اللي جاي يسوونها بحق الامام؟ الله يشافيكم بحق محمد وآل محمد، لانه الصراحه انتم يحتاج لكم مستشفى لامراض العقليه وامراض النفسيه. هو انت راح ما تحركت مبادئك وقلتي لا ما يصير انه اسوي هذا تردوا به اساءه؟ هلو تموتون على المشاهدات وعلى الانتقادات على مود تصعدون بروس الزواج؟ هذا ما احتب عليك لانه انت المتطفلات وبعدك المواعيات على نفسك. انا احتب على هذا المطي الكبير اللي سوى هذا الترند. لا تتمادى، خبز العباس. شابك قدك شعرتك بقد المطي، ما استحيت على روحك من الله يطيح حظك وحظ شواربك. تريد بلاي 4، تريد شدات بوبجي، تريد شدات حسابك البيس ابقى ويانا، حتى موبايلات راح اوزع. اللهم صل على محمد وآل محمد. ايفون بروح ابوك. انا كل اسماءكم حكتبها، اي واحد يعلق حكتب اسمه هنا. بوبجي شحن شدات اللي تريد اكتب اسمك، ادخل لك خاص. تريد بوبجي ادز لك بوبجي، تريد بيس ادز لك بيس، تريد بلاي ادز لك بلاي، تريد ايفون ادز لك ايفون. الكل يشارك. راح اقرا تعليقاتكم واكتبها. هذا الدفتر كله حمليه باسم المتابعين، واسوي بث مباشر وكلنا نعطين لكم. شروط المسابقه كلش سهل. يلا مشاهدينا الاعزاء، كل واحد ينطيني اسمه بالتسلسل عسى لعل تربحون ايفون، لانه هذا يوزع ايفونات مثل ما تعرفون. فانطوني لا اوقف بالعكس. انطيني اسمك عزيزي. التالي اوكي، دخلت ويانا بالقرعه شرارة يوزع جول. يعني انتوا بس تخيلوا العدد اللي راح يسوي اكسبلور واللي راح يشارك هذا الفيديو. خلينا نشوفه ايش قد راح يكون العدد. 1325 واحد مشارك هذا الفيديو. هل انت راح تربح 1335 شخص؟ لا، هاي راد لك ميزانيه مال الدوله. هذا العدد قدامكم 1325,000 واحد. نعم والله العظيم عطل وكذاب، لا حد يصدق. هاي يريد يصعد بروسكم. انت حلفت بالائمه كلهم، احلف بجعفر الصادق بفض السالفه. بالبدايه اشتري لك دفتر ووزع، مو حاط لك دفتر جيجاير ماك. ضايب قلبي بعدني ما العزيز انور مشق، والله العظيم مشتاق لك واكثر ما تتصور انت. قول يا الله، بس قول يا الله وياي، انا كيفكم وياي بعدني ما فتح. انور سوي لنا خصم، انور اشتري لنا عطر على ذوقك. حبايب قلبي انتم غاليين علي، وانتم ما اريد ارفض لكم طلب. راح هديه الافتتاح، راح اختار لكم ايتم من ايتمات باهي.
هذا العطر كلش حلو ومرتب ويليق بيكم، وإن ما عجبكم تقدر ترجعه وتستبدله بقطعة ثانية، وإن ما عجبك تقدر ترجعه ونعطيك فلوسك بعد. والله مو أهم شيء تشترون من عندي، أهم شيء تاخذون شيء يفيدكم. على الخير والبركة مقدم عن أنور مشعق. فتحت مشروعك الخاص بفضل الله ثم بفضل هذول المراهقين، واتمنى لك كل الخير لأنه عرفت شلون تستغلها صح. بس أنا أوصيك لقدام مو تجيب جماعتك وسوي مقالب وصيح لا خصومات من شركة باهي. من أرض بغداد من أرض بغداد إلى أرض البصرة. رحمة لوالديك بس عوف لبغداد وعوف لأهل البصرة وقل لي شنو هذا الفالي لم العلاق اللي لابسها جو القاطع، ادري شنو هذا السيل الجديد واني ما اعرف. نهنئ ونبارك إلى زيون رشق بمناسبة السايبة. اسمع هاي للسايبة، يقول هاي سايبة بس تسوى جكسارة، زوين بيها ويسابق الطيارة. ابو التاهو بكى ما لحق بزيون والله يلمحس بحدود العمارة. اسمع مبارك خويا زوين يوم الترك. اشبه ما يكون الشاب ثقيل يكون ارقى او احلى او بنظر العالم كله، بس من يكون شاب بهذل نفسه ومنزل كرامته قدام العالم وشخص خفيف هذا اكيد ما راح احد يتقبله اصلا ولا راح احد يطيقه او يحكي وياه. وبس كريم حواس تعرفون انه هو شخص منحط ومخلي الادب الى ابعد الحدود. ابو اللي سوى هاي الحركات وعد على اساس ضحك الجمهور، وبالعكس الجمهور جاي يستنقصه اصلا. انتوا بس تخيلوا كل هاي مشاهير العراق، واريد اعرف شنو قدموا للعراق هاي المجموعه كلها اللي معتبريها مشاهير ومسوين ضجة إعلامية وعلى التواصل الاجتماعي خابصين الدنيا خبص. أريد شخص واحد إنه قدم شيء مفيد للمتابع، بس قولوا لي بيه من هو. أنا الصراحة ما عرفته أبد ولا لهاي اللحظة. لا الكعبة تغطيت ب7 بطانيات وبعدني مستحي من كثر الفشلة يا أنور. البحر لو غاب سفانة نايم نجم ليلي وانا عيوني سهرانة هذا حياتي. انت بس تخيل تنزل بلوجر من السيارة وجاي شركتك وللافتتاح مالتك وانت تريد تاخذ وياها صورة وانت وقفت على استعداد هيك وهي مقابلك، واخر شيء تعوفك وتطلع قبل. يا قاع انطمي وبالعيني ورا هاي الفشله والله العظيم انا ذا منك طز بالله. ولا عبالكم هاي البلوجرات جايه بمحبه بيت رشق وانور مشق وزيون رشق وما ادري منو رشق، هاي كلها جايه بمبالغ ماليه عزيزي المشاهد، خافت انه انت ما تعرف او ما عندك علم بهاي المواضيع، لكن هي مو بحالك وعلى مود تخلي الفليسات بجيبها وبذلك انه لبستك ما صورت وياك، والنوب واحد يفتح لها الباب والثاني يجي يوصلها اللي جوا وعبالك نبي نازل من السياره، مو بنيوم ما حد يعرفها اصلا منو هي، من امد اشواركم اي والله على هاي السخافه اللي جاي يسوونها، وعاشيتك على هاي الطلال اللي تطلع بيها كأنك قرصون، بس الطلال الاخيره اريدك تطلع عنا بيها كأنك المارد الازرق، واهم شيء العمامه الحمراء تلبسها هنا على مود السحر مالتك يمشي للعالم، والمره الثانيه هاي ما تفشلك على مود تترشها بغازي الاستيلين وهو يجيك مثل الطاير، ولا تنسى اللايك والاشتراك وكان ياكم بيكاردو من قناه بيكاردو باليوتيوب، انتظرونا الفيديو الجاي، دمتم باي.